قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه عن تفسير المعوذتين وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله إذا حسد إذا حسدت بالقال أقول أعوذ برب الفلق تركب بزعباء كزارب كل الشيخ زي إمام ابن القيم لأن الرجل قد يكون عنده حسد حدث حسد الله زخون سب كحسد خيلي حسد الله بنفسه ولكن يخفيه بس تحبه بقدر إمكان تحبه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما زخون يخون كتعزسب كتسعريه بالكان حديك يسقط بال لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده ولا بقلبك كتشجري بالكان بزح سبرخي بالكان بأفكاون كتصرف بالكان لمن ترخبكم بالكان كم هم بإيدك تقرأ بالكان بل يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله السو كتنقق له أب قلبه حماء نجر كحدر يبلون نتحو كرخبون كلها بتربز فتوى غيرو كرخبون لهم كعربها بكاخبون له أجو خبرتعكم له مليسو فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله زي كم زعين السب حد خلتهم زركبوا السم كعرب زحلهم سبات سلزي خبزي حسد زي كلنا بقدر إمكان كنرحق جبانا قيل لحسن البصري أيحسد المؤمن كل سب حاسدين حاسدين إذا حسد لربي إذا حسد كحسد كله حادث كحسد كله سلازم تاي كل حسد عليه لكن اتحسد كتوصخ تسعر لك إذا حسد أبز حسر له جزء أنت قبل نابرب بتتسجع سلازم سيدنا حسن البصري انتهى لمحاسد حاتي تمام أيحسد المؤمن مؤمن سيحسد إلى محاتي تمام قال ما أنساك إخوتي يوسف رسيع كامل لك أحوات يوسف يا أحوات يوسف أببنا زتفتوي يوسف سلازخوني إذي محبازي ما أنت خنا رحب ني يوسف كانت فوق لنا إلهم نمنتاي حسي دمون سيدنا يوسف سلازي رسيع كاري خا أحوات سيدنا يوسف مؤمنين كلو دك نبي كلو لكن حوام حسي دم سلازي تحسد ولا مؤمن زركب جنتك خونا له كتفوق تعرى له نسبك قد يبلون لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر لها لكن تفل لي انتايو كل حاسر عند حراء إلا انتاي تفل لي نات كتبايا بالكان نتا نفسها نخت حسر سب عدل كتبايا بالكان كتمأزازايا بالكان كمون تأمرنا تخلو كتقبل بالكان بحيلي كترحق لك خب حسد بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحياء منهم كابرب الثواب من تختركب نربي لك نربي فريحك كابز معسياني حسد زي بعد خاطر حق نفسها وإجلالا له أن يكره نعمه على عباده أبتي ربي ذهب ونعمة أبو ربي سلز فضلو سخاخت حسدوك تسعريه بالكان فيرى ذلك مخالفة لله وبغضا لما يحب الله ومحبة لما يقبضه فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له بل إذي ششاي نايربيو ربي زفتو سخط صلو لها ربي صلو نقركا سخط فتو لها أنصار نايربي تخير لها سلازي نفسها خط واقعا قباكا ويلزمها بالدعاء للمحسود نتي سب بزي هو زلو رزقي وينتي محسود زخون سب نعو دعاء تقبروا لك وتمني زيادة الخير له رب زيادة هو ما سلامي حو خسر زخون دعاء تقبروا له بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح لكن بأنصارو نزحوا خزي كتقول إيه بالكان نحر تقول أخون كسخ حسد كونك فهذا هو الحسد المذموم تسأل إيه حسد ما زيو نحوخا تنعماناتو خيد كرحق وهذا كله حسد تمني الزوال يعني نعويه بودلو ربي
نخدقو اندحرات من نخونك ازي يتناي بحق حسد إن الحسد متشبه بخصلة من خصال اليهود حسد مسنا يهود زوادا دري ربي نيهود اب كتاب حسيدين يلو اقربوا مالو قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد وصف اليهود بالحسد في اكثر من موضع من مواضع القرآن الكريم ربي اب القرآن الكريم نزم نيهود حسدات يلو بوزح مداي اقربوا مالو كقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق زم يهود زيهم ود كثير من أهل الكتاب نعومي تسيبلهم انتاي لو يردونكم من بعد إيمانكم أمنا إلكم أبتي إيماننا يربي وحدانية أنا يرباتهم كلهم كأون خوصهم نخرحقهم تسيبلهم زم يهود انتهى خزي حسدا حسدي من عند أنفسهم كاب نفسهم زنقل حسدي من بعد ما تبين لهم الحق يتحقق كل بريه اللومي مخنياته أب توراة أحمد زبهالك متينعو تخطلوا زبل سلازلو ازي فتوى امتحقتي كنا اتنبيد متى كاب يهود بزي مخانو بنو إسرائيل بزي مخانو بغضون للعرب يعني أي فتون سلازي تسألوا اندافلت وتحقي كابتي إيمان نعاكم كرحقكم يطعروا إذا خنتايو حسديو وقوله أيضا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ربي أبليسوهم باللجاهبوهم كل نتهم سبات نتهم مؤمنين لكن أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كابتي بلتت ناتهبوهم كلس كم يقرم يحسدوهم زم سبات زيهم وقد تكون صعبة على كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى إذي حسد نفسها مأسركب حسد إذي كبيريو لكن بجك كانتهم ربي زوفقهم وهي أن يسعى الحاسد إلى إزالة حسده ومن ثم يسلك سبيل الإحسان والتودد إلى أخيه المحسود ويدعو له وينشر فضائل أخيه المحسود والله قلب طهر انت لو حد سب نحاد مؤمن حو أجوخا خبلو دعاخ قبرلو نخمعبل كحق زي قبا كل ذلك حتى يقتلع عرق الحسد من أصله ما أنتي كابتي مسرته تبرك وقوة حسد كابت قلبها نتي حوخا مؤمن تصبغ زرخب الشاي زرخبه نعود عقبر له أجوخا بله قربه نفع بله ما أنت تحسد كاب قلبها خرحق وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله ثم قال وهذا من أعلى درجات الإيمان إذي تزلع على درجانا إيمان خمس قبر سب نحار زرأيو ودحاو بو يكون حووخم يعبل زرأيو أجوخا نفع بقد نخلقو إلو كسجعون كله إذي تزلع على إيمان دعاء قبر لهم كله نعو زلع على إيمان زلوي وصاحبه هو المؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه والناس قلب زي أزخو نسب إذي اتي مؤمن رسول زقلت ويو نحور أمبر ننفس كاب نفس لعلس نحو أبليس زريء سبزي من الأسباب التي تعين المحسود على دفع شر الحاسد وحسده فمنها حجنتا خنقلتنا حدا محسود استحسد سب كاب حسد كم يقرأ نفسي كالخل التعوذ بالله من شر كاب زي الشر زي تعوذ كقبر أعوذ بالله قبل قل أعوذ برب الفلق كقرر وتحسن به واللجأ إليه نابربخ تقع نابربخ عقب مثل قراءة معوذتين كم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق مقرأ كم قرئنا بربي تقع يعقب ومن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إذا أيلو أبا الصبح سلسة جزين نحرق قرئ وازئة سلسة قل والله سلسة قل أعوذ برب الفلق سلسة قل أعوذ برب الناس أما قريب دمان نحرق بأنجر قرئوا إذا سبزي كاب حسد يخون كاب زخواني زور دو قرآت كاب زي نزعي مالتي سلسة بخمزي أقروا نفسه يحلو أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره ولا يرضى بما قسمه الله تعالى له وهذا كله في الحسد الحقيقي
إذن بحق حاسد زبحال كم تناتو نعي حبني زبل زي كونسي نتناتو الجسو نعي حبني زبل نعي زيادة حبني نعو ربي يطفع له زبل إذي إتناي بحق حاسد إذي حاسد إذي